كيظهر لي بدا هذه مده طويله ما عملنا شي تظاهره وطنيه، ولكن هذه تظاهره دوليه. جاو الناس من امريكا، من اوروبا، والنخبه ديال السيارات والسائقين والمالكين من المغرب، ودرنا واحد تظاهره في الشمال ديال المغرب. انطلقنا من هنا من طنجة، ومشينا نشاون، من شاون مشينا لمولي يعقوب، ومن بعد مشينا لفاس، ومشينا نتازا، ومشينا هذا هو زعما البرنامج اللي كان عندنا مخطط. مشينا للسعيديه، والسعيديه مشينا للناظور، من الناظور مشينا للحوسمه، والحوسمه مشينا لتطوان، وحنا اليوم في طنجة في النواره ديال الشمال. وكنشكركم على هذا المجهود اللي كتقوموا به، وهذا الحضور ديالكم اللي حنا بالنسبه لنا مهم، لان كيعطي واحد الاشعاع للرياضه ديال السيارات العتيقه، وكيعطينا فرصه باش نزيدوا للامام ان شاء الله. كيف كانت العرض ديال سيارة العتيقة هنا في طنجة بالضبط؟ دائما ممتازه الحمد لله. كنعرفوا بان في قديم الزمان طنجة كانت عاصمه دوليه، وكانوا السيارات كثيرين في طنجة. مع الاسف بشويه بشويه بدا كيمشيو، كاين اللي كيشري كيملك السياره في طنجة وكيديها للخارج، اما امريكا اما اوروبا. وحنا ولكن دابا حنا درنا العكس، حنا عملنا العكس، لان كنسافروا بزاف وتمكنا باش نجيبوا سيارات مهمه وثمينه. الحمد لله بدينا واحد هاد لو غالي الاسبوع الماضي. يوم السبت هنا كانت الانطلاقه من مدينه طنجة، دونك مشينا في اتجاه الشاون، مولاي يعقوب، فاس، الحوسمه، سعيديه، الحوسمه، تطوان، ورجعنا الحمد لله اليوم لطنجة. اكتشفنا شي مناطق جميله جدا اللي كنا حنا كمغاربه ما كنعرفوهاش. الحمد لله المشاركين الاجانب كانت عندهم واحد الفرصه باش يتعرفوا على المغرب، وعجبهم الحال بزاف. والهدف ديالنا ان شاء الله نعاودوا هاد التظاهره هذه كل سنه، والاغلبيه ديال المشاركين كيقول لك سيدي حنا بغينا نشاركوا معكم العام الجاي، دونك السنه المقبله ان شاء الله نعاودوها. يوصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وخليوا الاراء ديالكم في التعليقات.